اني انا عمري ما هسامح امي وابويا، وابويا اكتر لان هو السبب في كل ده. فاهمين السترة غلط، فاهمين الحياة غلط قوي. اي بنت بتبقى عايزة تعيش سنها، تعيش حياتها. كان نفسي يبقى عندي صحاب زي ما بشوف الناس، كان نفسي ساعة فرحي يبقى معايا صحاب كده، بس يعني ابويا جاب لي عريس وبتاع. عندنا بقى الصعيد بقى لازم البنت تتستر والكلام ده، يعني انت تستر بنتك بس وهي بتحب حد وهي مرتاحة مع حد، مش حد معاه فلوس، مش حد انت شايفه مرتاح يبقى هو ده كويس، لا لازم هي تبقى شايفة عشان لو في مشاكل فيما بعد هي تستحمل المشاكل دي. بس المهم يعني كلت علقة محترمة واتجوزت، بس انا ما بحبوش. هو حد محترم جدا وغلبان وطيب واهله كويسين، بس انا مش بحبه. مش مرتاح؟ انا بعيدة عن اهلي كلهم تماما دلوقتي، كأب ام اخوات. يعني ممكن يكون ربنا عمل كده ان انا اطلع بدي من الدنيا كلها. قال معوضاني اصلا عن اي حاجه انا ممكن اكون شفتها في حياتي كلها. بس يعني انتي قررتي ان انتي تسيبيه، هم قرروا انه لا، فانت بعدت عنهم خالص، صح كده؟ وهي دي اللي عوضت. هي دي كل حاجه بالنسبه لي. أحلى وأصغر أميرة. اسمك ايه؟ مريم. ليه بقى اشمعنى مريم؟ سيري لا. طب قولوا لي انا في ودي. على اسم ستنا مريم. يا عسل. عشان كده هي بتحب اسمه. عادي، في ايه وانت؟ ما تقولي خلاص عشان ما اخشش في ازدراء اديان، مش الناس ما بتحلش اصلا. كلنا واحد. شطوره والله العظيم، مش هتسلمي عليا. كلنا واحد. والله العظيم انتي زي السكر، بس ازاي في وسط. لا خلاص روحي بقى عشان ده كلام مش عارف هينفع اسمعي ولا لا. ازاي بجد في وسط الظروف دي عرفت تربي بنوته سويه؟ مريم احسن بنت في الدنيا. انا ممكن تعدي عليا ايام حرفيا ما فيش اكل في البيت غير مكرونه، لا بتاكل. ما فيش فلوس، متفاهمه، مش لازم تنزل انها تشتري. لا بنت فاهمه كل حاجه، كل حاجه، معنى كلمه كل حاجه. دايما بقول بالنسبه لي هي تاج راسي، مش انا اللي تاج راسها، هي دايما هي تاج راسي. بس ربنا يعودني عشان اعلمها تعليم حلو، بس خليها تطلع احسن، تطلع متعلمه عشان انا مش متعلمه، ويسامح اهلي طبعا على الحته دي. ايه اكتر لحظه كانت خلاص غامقه فاكراها قوي؟ لا هي لما مريم بتتعب مني وما بقاش معايا فلوس اجيب لها الدواء، بس هي دي اوحش لحظات انا ممكن اعدي فيها، لما هي بتتعب وانا ما يبقاش معايا فلوس اجيب لها. بس غير كده لا، كل حاجه عندي بالنسبه لي تمام. عايزه اقول لك انا هنا شقتي مش مفروشه الواو، يعني انا شقتي اوضتين وصاله ماما فيها اوضه نوم بس، راضيه، وبنتي راضيه وبيتدخل صحابها وبيلعبوا، مش من النوع اللي هي محروجه ان هي مع شقتها ما فيهاش فرش، لا عادي ادخل يا مامي صحابي يلعبوا مش مصريين بيدخلوا بيلعبوا معايا. مش البيت مش كل حاجه، يعني في حاجات اولى ان هي تبقى فاهمه، تبقى سويه. فاهمه سويه دي كتيره قوي بجد، والله العظيم كتيره. بنتك مطلبش تشوفه، ما بيشوفهاش. بصراحه انا كنت حرمه من ان هم يشوفوها، بس بقالي فتره بخليهم يشوفوها، وبروح لعمتها بوديها. وحته ان الناس تقولك عشان بنتك ورجعي، ماشي عشان بنتي على عيني، بس انا شايفه ان بنتي مرتاحه وانا مرتاحه، فمش هاجي على نفسي عشان حد. وبنتي انا شايفاها مرتاحه، بنتي مش تعبانه الحمد لله. ممكن تكون الظروف الماديه مش الواو، بس لا الحمد لله تكفي عندي ان هي مقتنعه بقليلها. بس ما فكرتيش في مره انك ترجعي خلاص تعبتي من العيشه؟ مش هو الراجل كويس واشيل جزمته فوق دماغي، بس انا مش بحب، فانا مش مجبوره اقعد في حته ما حدش يعني مش مرتاحه فيها، خلاص ما اروحش اقعد. حرام حتى اني انا اشيل ذنبه، يعني انا بقى قاعده مع حد او في بيت مع حد وانا مش حباه، طب ليه اشيل ذنبه؟ ليه؟ كفايه شلت ذنبه لما وافقت ان ابويا يجوزه، يعني هم اهله عارفين ان انا كنت مجبوره على الجوازه، خلاص لا انت مش ذنبك حاجه، فانا مش هشيل ذنبه وذنب بنته وذنبهم كلهم فوق دماغي، كفايه اللي انا فيه. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه رايك انك تسامحيه لسبب واحد بس؟ هل انت عندك شك لو لحظه واحده ان هو ما كانش نيته خير ناحيتك؟ لا نيته كانت خير، بس هو مش فاهم. ما هو مش فاهم، بس يعني بنتك ما تسيبش البيت وانت ترجعها تاني، لا خلاص افهموا اني انا مش عايزاه، يعني انتوا قدروا الحته دي ان انا مش عايزاه.
عارف ان انا شايله منه وشايله منه كتير. تعرفي تسامحيه في يوم؟ لا. خالص؟ ده باباكي مهما كان. كان لما انا قلت له مش عايزه كان فهم، او لما اتجوزت وسبت كان فتح لي بيته من غير شتايم، من غير قله ادب، من غير انت زي وزي وزي والكلام ده. لحد دلوقتي ما كلمكيش قالك تعالي اقعدي في البيت؟ لا هو قال لاختي بس. لا انا فاهمه بابايا، محدش يفهم اهله اكتر من الشخص نفسه. انا فاهماه. لو بابايا من الناس اللي تزعل، انت زي مش عارفه مين، انت زي مين، انت وانت، تبقي مبسوطة مش هبقى مرتاحه. بس تقولي حاجة تاني؟ يا ريت تسيبوا الناس في حالها، يا ريت ابوس على ايديك والله. ما تشوفوش الناس كده هايقه، لما تعرفوهم من جوه هتعرفوهم كويس. عايز تقولي حاجة لأهلك؟ ربنا يصلح لكم الحال ويسهل لكم. واهم حاجه تبقوا مصاحبين ولادكم، دي اهم حاجه. انا بنتي صاحبتي، يعني انا لو في اي حاجه بحكي لها وهي تقعد تحكي لي ماما كده، فهي لازم تبقى الحته دي سواء ام او اب. بس كده؟ بس يدعوا لي بس ان ربنا يكرمني عشان بنتي. بس خلاص بقى، انت عمال تخلينا نعيط. خلاص عشان انا هعيط معاك. كفايه كده. خلاص موافقة ان اللقاء ده ينزل؟ ما عنديش مشكله. اللقاء ده لو نزل ما ينفعش يتمسح؟ لا خالص. كده اللقاء ده مش هيعمل لك اي مشاكل؟ لا مفيش اي مشاكل. انا بصور ما قلتش كلمه غلط ولا كلمه عيب. لا طالما ما قلتش حاجه غلط ولا تعيب حد ولا تزعل حد ولا انا جيت على حد، خلاص. من ناحيه اهلي هم فاهمين ده كويس وعارفين ان انا شايله منهم، وبالذات اكتريتهم هو والدي.